صباح الخير. مؤخرا قريت كتاب اسمه فن التفكير الواضح، 52 خطأ في التفكير يجب عليك أن تتجنبها. تأليف واحد ألماني اسمه رولف دوبلي، واللي مترجم كتاب واحدة اسمها نرمين الشرقاوي، مؤسسة هنداوي، مؤسسة النشر اسمها مؤسسة هنداوي. يعني حضرتك لما تدور على الكتاب ده في النت دور على دول، لأن خلي بالكم يا جماعة الكتاب الأجنبي اللي بيترجم للغة العربية بيفرق كتير جدا المترجم لو محترف، والكتاب ده مترجم كويس جدا. تمام. المهم الكتاب ده فيه 52 نمط أو خطأ أو وهم من أوهام التفكير. تمام. كلنا معظمنا بنقع فيها. تمام. الكتاب ده من الكتب اللي هتغير طريقه تفكيرك في حاجات كتير، غيرت تفكيري في بعض الحاجات يعني. تمام. يعني هدي لحضراتكم مثال. يعني هو كل خطأ او كل نمط من الاخطاء التفكير دي هو مسميها مثلا خطأ وهم جسد السباح. اللي هو ايه؟ وهم خطأ جسد السباح. حضرتك عايز تلعب رياضه، فبدأت تبص على الرياضيين فتلاقيت الناس اللي هم بتوع الماراثون رفيعين كده وجسمهم شكلهم مش حلو، فقلت لا الرياضه دي مش كويسه. مثلا بتوع كمال الاجسام لقيتهم عراض قوي جدا زي بيج رامي، قلت لا مش حلوه. بصيت على الناس المحترفين بتوع السباحه لقيت جسد ممشوق، عضلات هاديه، مش حاجه فجه قوي، فقلت لا هي دي الرياضه اللي انا محتاج ان انا العبها، وبدات تتدرب وكده. انت هنا وقعت في وهم اسمه جسد السباح. انت هنا تناسيت او ما خدتش بالك، مش تناسيت، انت ما خدتش بالك ان معايير اختيار السباح نفسه هي الاساس. هم ما بيختاروش في السباحة، الناس اللي هم المحترفين في السباحة بيختاروا ناس ليهم مواصفات جسمية معينة. مش هي السباحة اللي خلت جسمه كده، مش كتر التمرينات اللي خلت جسمه كده. كتر التمرينات خلته ان هو يفوز. تمام. انما مش كتر التمرينات هي اللي خلته ان هو جسمه يكون كده. فهو بيقول لك اوعى تخلط ما بين النتيجة النهائية اللي انت حضرتك بتشوفها بعينيك ومعايير الاختيار. مثال تاني هو بيقوله في الكتاب. المثال التاني بيقول لك مثلا كلنا عارفين، كل العالم عارفين ان خريجين جامعة هارفارد دول احسن ناس في الدنيا وبيعملوا نجاحات ممتازة. هل بالضرورة جامعة هارفارد دي احسن جامعة في العالم؟ بيقول لك لا مش بالضرورة. بس انتوا يا جماعة ناسيين ان معايير اختيار الطلبة لجامعة هارفارد قاسية جدا. هم ما بيختاروش الا الطلبة المتفوقين، فهو الراجل الطالب داخل اساسا متفوق. فانت لو اديته اي تعليم في الجامعة حتى لو تعليم زي الجامعات التانية هيطلع برضو متفوق. ده مثال بقى من عندي. لو انت حضرتك شفت زميل ليك كنتوا انتوا متخرجين في نفس اليوم وكنتوا في نفس السكشن ونفس الجامعة، هو راح مهنة ما وربنا كرمه المهنة دي الدخل بتاعها عالي جدا. تمام. فانت بصيت على النتيجة النهائية ان هو عنده دخل عادي، لا، فانت قلت لا وهي دي المهنة دي اللي انا عاوز اروحها. ما يمكن لا، هي المعايير النجاح عنده هو، عند زميلك هو مؤهل انه ينجح، يشتغل في المهنة دي او المهنة التانية او اي مهنة. هو معايير الاختيار من البداية عنده. برضو ده مثال هو بيقول لك زي الشركات مستحضرات التجميل لما بتجيب تعمل اعلانات بيجيبوا موديلز جمال جدا عشان يعملوا الاعلانات. فانت الواحده اما تيجي تبص على الموديلز دي وهي حاطه الميك اب بتقول انا عايزه الميك اب ده عشان تخليني حلوه زي الموديلز دي. بيقول لك لا، هو مختار موديلز في الاساس حلوه. واحده بتصحى من النوم شعرها منعكش من غير ما تغسل وشها هي حلوه، فالميك اب ما عملهاش اي حاجه. فيا جماعه وهم جسد السباح بيقول لك اوعى تخلط ما بين النتيجه النهائيه ومعايير الاختيار من البدايه. انصحكم يا جماعه تقروا الكتاب لان فيه 52 نمط من الاخطاء التفكير كلنا بنقع فيها. انصحكم بالكتاب ده. صباحكم بخير.